السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفه ديال كريم بغولي. ممكن تقدميها لضيافك على شكل ديسير، ممكن تقدميها كتحليه، كيجي رائع بزاف، خصوصا بهذه الطريقه هذه اللي انا غادي نصاوبها بها. ما كتاخذش الوقت بزاف، كتجي يعني في المذاق ديالها رائع جدا، وحتى في الشكل ديالها، وديسير اللي هو راقي وما كياخذش بزاف ديال الوقت فاش كيوجد، خصوصا بالطريقه اللي انا غادي نقدم معكم اليوم في هذا الفيديو. ما كياخذش يعني اقل من نص ساعه. بلا ما نطول عليكم في التقديم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنايا اول مكون عندي هو الحليب. عندي 200 غرام ديال الحليب، 120 غرام ديال السكر، عندي 200 غرام ديال صفرة البيض، وعندي 800 غرام ديال لا كريم ليكيد او القشده الطريه. كناخذ واحد الاناء على هذا الشكل هذا، كنضيفوا فيه السكر سنيده. طبعا السكر القياس اللي درت انا يعني اللي كيناسبني انا. اللي كيبغي السكر يعني كتير في الماكله ممكن يزيد، ممكن يدير 140 غرام ولا 160 غرام. هنايا درت الجون دوف صافي. غادي نحرك هذا الجون دوف هذا مع السكر. غادي نجيب واحد الخلاط اليدوي على هذا الشكل هذا، وغادي نخلطوا هذاك السكر مع داك صفرة البيض مزيان حتى ينسجموا لينا، وحتى نحسوا بهذاك السكر باللي طلق لنا مع داك الصفر ديال البيض، ومبقاش عندنا داك السكر يعني محبب. ومن الاحسن الا كان متوفر عندكم السكر رقيق او ساينده رقيقه، من الاحسن لانه غتساعدكم في انها تذوب لكم مع البيض. فهاد المرحله هذه من بعد ما كنخلطوا البيض مع السكر وكنحسوا بهم ينسجموا مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا، كنضيفوا عليهم هذاك الحليب وكنزيد وكنحركو مزيان باش ينسجموا لينا مع باقي المكونات هذاك الحليب اللي ضفنا الاخراني. على هذا الشكل هذا كنحركو مزيان حتى كنحسوا بهم انسجموا. صافي من بعد كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الفاني او لا ساشي، يعني اللي عنده الفاني بودر ممكن يضيف معلقه صغيره، واللي عنده لي ساشي ممكن يضيف ساشي كامله. في هذه المرحله هذه انا ضفت هذيك لاكريم ديالي كامله في مره واحده. غادي نحرك مزيان تينسجموا ليا داك الباقي المكونات اللي ضفت في الاول مع هاد لاكريم هذه اللي ضفت عليهم دابا. صافي من بعد غادي نرجعوها فوق البوطه باش نسخنوا. هاد المرحله هذه فاش غادي نرجعوها فوق البوطه يعني هي اختياريه. ممكن يعني اللي بغى يديرها ديريكت يعني في ليمول ديالها ويرجعها طيب ممكن يضيفها. انا ضفتها فوق البوطه باش نسرع ديك المرحله ديال الطيب ديالها، اولا نساعدها باش انها يعني ما تاخذش مني وقت بزاف وهي كطيب. فكنرجعوا هاد المكونات هادو اللي خلطنا من قبل، كنضيفهم فوق البوطه وكنسخنوهم واحد شويه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ولا 6 ديال الدقائق، ومن هاني داك السكر يذوب لينا مزيان. صافي في هاد المرحله هادي من بعد ما يذوب لينا داك السكر، من بعد ما نحسوا بالخليط ديالنا سخن، غادي نجيبوا هاد الليمون هادو. نتوما ممكن تستعملوا اي حاجه كانت عندكم، الزلايف ولا الكيسان ديال الديسير، او اللي عنده بحال هاد الليمون هادو اللي عندي انايا ممكن نضيف فيهم. انا هاد الليمون هادو كندخلهم العافيه، يعني كندخلهم الفران كنديرهم في البوطه ما كيطرى لهم والو. ممكن تستعملوا اللي عنده بحال هاد الشكل هذا ممكن يستعملوا. النصيحه اللي غنقدم في هاد الوصفه هذه هو ملي نكونوا دايرين الخليط ديالنا فوق العافيه نحاولوا ما نحبسوش من التحرك نهائيا. مده ديال 5 ديال الدقائق او 6 ديال الدقائق فاش يسخن لنا الخليط ديالنا، ما نحبسوش من التحرك باش ما يتحركش لنا داك الصفر ديال البيض او يطيب لينا. صافي في هذه المرحله هذه انا عمرت لي مول ديالي على هذا الشكل هذا، وغادي ندير لهم البابي فيلم. الا كنتو غادي طيبوا الكريم بغولي في الفران ما تستعملوش ليها البابي فيلم كما استعملتها انا دابا، لانه غادي نطيبها انا غير في القدره. غادي نديرها في الكسكاس وغادي نغطي عليها بداك الغطاء ديالها، فغادي يعرقوا ليا وغادي ينزل ليا الماء في الكريم بغولي، فغادي تخسر ليا ما غاديش تصدق. لهذا انا درت ليها البابي فيلم على هذا الشكل هذا. نتوما الا بغيتو ديروها في الفران ما تستعملوش ليها البابي فيلم نهائيا، خليوها هكذاك يعني معريه وندخلوها للفران على درجه الحراره 120 حتى 140 تقريبا، شي ساعه المكانه كتاخذنا في الفران. اما في البوطه كتاخذ 25 دقيقه حتى نص ساعه ديال المكانه، يعني كتكون واجده وكتكون رائعه جدا، ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت، وكذلك ما كتاخذش منا بزاف ديال المجهود، لانه الا درنا في الفران كنبقاو كل شويه كنطلعوا عليها وكنقلبوها واش طابت ولا لا. في البوطه
احسن، لانه كتسدوا عليها مده ديال 25 دقيقه عاد كتقلبوها، يعني ما كتقلبوهاش نهائيا وهي كطيب. يعني هاد الطريقه هذه اللي غنشارك معكم في هاد الفيديو هذا هي احسن طريقه كريم بغولي. وكنظن هذه طريقه جديده يعني اللي ما كايناش كاع لا في اليوتيوب، ما كايناش هاد الطريقه هذه ما كاينه في حتى شي بلاصه، يعني من الافكار ديالي ومن الاختراعات ديالي. في هاد المرحله هذه من بعد ما حطيتهم في الكسكاس غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم لمده ديال 25 دقيقه بالضبط، ومن بعد نرجع باش نفتحهم ونحيدهم من فوق البوطه. طبعا فاش نحطهم فوق البوطه غادي نحطهم على عافيه مهيله. من بعد ما كدوز 25 دقيقه هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، يعني كتكون كريم بغولي ديالنا طابت وعقدت على هذا الشكل هذا. في الاول درناها سائله، من بعد ما كطيب كتعقد. صافي انا غادي نخليها دابا تبرد. من بعد ما كتبرد لنا كريم بغولي ديالنا كنجيبو واحد شويه ديال السنيده كنحطوها على هذا الشكل هذا من الفوق. من بعد غادي نحرقوها بالشاليمو. انا كندير السكر سنيده عليهم كاملين من الفوق. طبعا هاد الديكوراسيون هذه اختياريه، يعني اللي ما عندوش شاليمو او اللي ما باغيش يحط من فوق منها السكر على هذا الشكل هذا ممكن يخليها هكاك سامبل، وممكن كذلك يزينها باي حاجه كنتوفر عنده، او يعني التزيين كيبقى حسب الرغبه. هنايا غادي نحرك ساينده على هذا الشكل هذا بالشاليمو. طبعا اللي ما عندوش شاليمو ممكن يحط هكا السكر من الفوق ويدخلها للفران واحد شويه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ولا 4 ديال الدقائق، كذلك غادي يحصل على نفس النتيجه. انا هنايا كنحرقهم بالشاليمو. من بعد ما غادي نكملهم غادي نخليهم حتى يبردوا وغادي نقدمهم ان شاء الله. هذه هي كريم بغولي ديالي من بعد ما سيت ليها التزيين ديالها، كتكون على هذا الشكل هذا. في التزيين انا اكتفيت بالسكر وضربته بالشاليمو من الفوق. نتوما ممكن تزينوا باي حاجه كانت متوفره عندكم. بالنسبه للسكر انا استعملت سكر سنيده، في الاصل ديال الوصفه كيتستعمل السكر البني او سكر كاسونال، اللي متوفره عندها ممكن كذلك تستعملوا. انا استعملت سنيده اكتفيت بها. كنتمنى ان الوصفه ديال كريم بغولي تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.